السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كيف حالكم؟ أنا تمام التمام. اليوم سنغوص في عالم سبونج بوب سكوير بانتس لنكتشف أسراراً لم يعلم بها أحد. لكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلك جديدي. أطفئوا الأنوار وهيا لنبدأ. سبونج بوب سكوير بانتس، مغامرات إسفنجة لطيفة في قاع الهامور مع بعض الشخصيات هنا، بحيث سبونج بوب يذهب إلى العمل أو يقضي الوقت مع صديقه بسيط. وهذه هي قصة البرنامج بكل اختصار، ولكن موضوعنا سيتحدث عن الأمور المرعبة التي فيه. في حلقة Chocolate with Nuts قرر سبونج بوب وبسيط راغبين في أن يصبحا رواد أعمال بيع ألواح الشوكولاتة لجمع الأموال على أمل تحقيق نمط حياة فاخر. دق الصديقين على منزل وخرجت سيدة عجوز وأمها، وهذه اللقطة مأخوذة من قصة واقعية، وتم تعميم هذه الصورة على الشبكات الاجتماعية، حيث توصلت بعض الشبكات إلى أن هذه الفتاة حافظت على جثة والدتها لسنوات، مؤكدة للسلطات أن والدتها تتحدث معها من وقت لآخر. وهذه نظرية مزيفة، لأن هذه الصورة من صنع فيلم مشهور، والفتاة التي ظهرت هناك هي ممثلة اسمها وينونا رايدر. حلقة جرافيارد شيفت رفض مستر سلطع إغلاق متجره على الساعة 8 ليخبر شفيق بالبقاء في المحل مدة 24 ساعة مع سبونج بوب، وخلال ذلك سرد شفيق لسبونج بوب قصة رجل الملعقة، وتقول أنه يعود الشبح كل ليلة ثلاثاء انتقاما من كل الذين يقيمون في المطعم. وبدأت الأضواء تنطفئ وتشتغل، ويصرخ سبونج بوب من الفزع. تأتي حافلة في 3 صباحا، مع أن الحافلات لا تعمل في ذلك الوقت. نزل رجل له عيون حمراء مغطى بدلاله متجها نحو المطعم، فبدأ الرفيقين بالصراخ إلى أن اتضح أنه مجرد رجل عادي يبحث عن عمل حامل الملعقة، حتى استفسر شفيق على سبب انطفاء الأضواء واشتغالها، واتضح أنه مجرد مصاص دماء يسمى نوسفيراتو، وكان شكله مرعبا للغاية. وهذا نفسه شخصية مصاص الدماء من فيلم فامباير سنة 1922، بحيث أنه مجرد محاكاة ساخرة لهذا الفيلم. حلقة راندوم لاند، هذه الحلقة كانت غريبة، وظهر شيء قد أثار جدل الجميع بعدما ذهب سبونج بوب وشفيق لإيصال طلبية في مدينة راندوم لاند، وحصلت أشياء مريبة. والشيء المخيف أنه بعدما ظهرت أبواب كثيرة وبدأ شفيق يفتحها حتى يتفاجأ بآخر باب يفتحه. الحلقة المفقودة من سبونج بوب، أو بالأصح انتحار شفيق، هي حلقة من رواد موقع كيبي باستا، وهذه اللقطة كانت تشير إليها بالذات، مما يؤكد أنه تم صنع هذه الحلقة من قبل أحد منتجي هذا الكرتون. في حلقة Lost and Found، بعد دخول سبونج بوب إلى المخزن وجد عدة أشياء، وبعضها يشير إلى أشياء أخرى. مثلا هذه الدمية هي نفسها شخصية مفتش الصحة الذي ظهر في حلقة ناستي بايتي، وشخصية يودا من سلسلة أفلام ستار وورز، وهذه الدمية تشبه كثيرا بابا بيج من الكرتون نفسه. ما الداعي لكل هذه الإشارات في رأيك؟ أتمنى أن تخبرني في التعليقات، وسأتقبل أي فكرة تطرحها. لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لكي أستمر في التنزيل وأنزل لك المزيد من الأشياء الرائعة والحقائق المرعبة والنظريات المخيفة. باي 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 باي.